السلام عليكم ورحمة الله. بنجامين بافارد وفويث ومونيه، هذه خيارات لبرشلونة في مركز الظهير الأيمن. بنجامين بافارد فرنسي الجنسية، ظهير أيمن، وأيضا يلعب في مركز قلب الدفاع. يلعب في بايرن ميونخ وعمره 26 عام وطوله 186 سنتي، وعقده ينتهي في عام 2024. يحاول بايرن ميونخ جاهدا تجديد عقد بافارد من مدة، ولكن بعض الاختلافات المادية وأيضا اختلافات فنية بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة ناجلزمان تعطل هذا التجديد، ومنها أيضا إرادة اللاعب في أن يلعب كقلب دفاع ثابت بشكل واضح، بينما المدرب ناجلزمان يستخدم بافارد أحيانا كثيرة جدا كظهير أيمن، وهذا عكس رغبة اللاعب الذي يرى نفسه كقلب دفاع فقط. وفي وجود طبعا ديليخت وأوباميكانو وهرنانديز قبل الإصابة، يكون بافارد هو الخيار الثاني في وجود هذه الأسماء الأساسية في مركز قلب الدفاع. وارتبط مؤخرا بافارد ببعض الأندية على الأقل إعلاميا، ومن أهم تلك الأندية الراغبة في التعاقد معه كان برشلونة، الذي يغري اللاعب ليس ماديا بقدر ما هو إغراء فني. بالاتفاق معه على اللاعب كظهير أيمن بمركز ثابت وأساسي وأول في خطة وأسلوب تشافي، الذي يعتبر فيه الظهير الأيمن عبارة عن قلب دفاع ثالث، وخصوصا أن برشلونة أيضا يعاني على مستوى هذا المركز بشكل واضح ومنذ سنوات، ويعتبر بافارد الذي سيصبح مجانيا في العام القادم خيارا جيدا اقتصاديا ومميز أيضا فنيا لبرشلونة تشافي. وإن كان الأمر اختلف بعد التعاقد مع اللاعب المكسيكي الظهير الأيمن الجديد القادم من الدوري الأمريكي جوليان أراوخو، فما هي إمكانات بافارد؟ وهل فعلا متناسب مع برشلونة وأسلوب تشافي ويمكن أن يقدم الإضافة للفريق؟ وجهة نظري أن بافارد في قلب الدفاع أفضل من حيث الإمكانات والمواصفات الفردية والفنية، وده لأنه ببساطة لا يمتلك أهم عناصر قوة الظهير، وهي السرعة المميزة والمهارة الفردية العالية. فبافارد لاعب ليس بصاحب سرعة خارقة، ولذلك هو يبدو أنسب لقلب الدفاع، وخصوصا مع طول قامة لا بأس به حيث يقترب من 190 سنتيمتر. ولكن في برشلونة الذي يملك كريستنسن وأراوخو بالإضافة لكوندي، فإن مركز الظهير الأيمن من وجهة نظري هو المناسب لبافارد، لأنه مركز ضعيف في برشلونة. وبلا شك لاعب كبافارد حتى وإن كان ليس السوبر في المركز ويعاني من ضعف في القدرات الهجومية تحديدا وبشكل واضح، إلا أنه سيقدم إضافة أكيدة. شايف اللفة دي بنسميها الحنكة الكروية. بعيد عنك نوضح، يعني هو أفضل في قلب الدفاع إذا كان خارج برشلونة، وأفضل في الظهير إذا كان داخل برشلونة، برغم أفضليته في قلب الدفاع عموما. بالإضافة أنه سيكون دعم لعمق التشكيلة في خط الدفاع ككل، لقدرته على اللعب في مركزين من مراكز الدفاع الثلاثة، بل حتى لقدرته على اللعب في أكثر من خطة وأسلوب كخطة الثلاث مدافعين مثلا. ولكن بلا شك لو كنت أملك الاختيار فسأبحث عن ظهير أيمن حقيقي عصري هجومي وجيد دفاعيا، بدلا من الترقيع بلاعب لا يرى نفسه أصلا ظهير من الأساس. وأنا في الحقيقة أعذر بافارد وأراه يعرف إمكاناته أكثر من أي مدرب، لأن بالفعل إمكاناته وقوته الدفاعية هي تقريبا كل ما يملك وليس أفضل ما يملك فقط. فلديه القوة البدنية والجسدية وجودة لا بأس بها في المواجهات وافتكاك الكرات، ومميز في الكرات العالية والرأسيات، بخلاف عدم امتلاكه لمقومات الظهير الأيمن العصري. ولذلك معذور أنه يريد أن يلعب في مركز قلب الدفاع، ولكن هو تقريبا من بين الأسماء الثلاثة هو الأفضل على الإطلاق كخيار برشلوني في مركز الظهير الأيمن الشاغر والضعيف منذ داني ألفيس، وخصوصا في أسلوب لعب
تشافي الحالي. ونروح على اخوان ماركوس فويث، ارجنتيني يلعب في فياريال، عمره 24 عام، طوله 187 سنتي. ارتبط اسم فويث ببرشلونة منذ فترة، ولكن فياريال طبعا يبالغ في مطالبه المالية كالعادة. وفويث تقريبا يمتلك نفس خصائص بافارد، لكن مع أفضلية قليلة لفويث من الناحية الدفاعية والبدنية، وأقل من بافارد في النواحي الهجومية. ولكن هو أقل بكثير من أن يكون ظهير برشلونة الذي يحلم به جمهور البرصا، والذي يمكن أن يملأ فراغ الجبهة اليمنى، لأنه بصراحة أقرب للمدافع من الظهير بشكل واضح جدا، أو حتى أقرب لستايل لاعب الوسط الدفاعي. أما أن يكون ظهير هجومي عصري يقدم الإضافة والأدوار الهجومية، فهذه من وجهة نظري أكبر من إمكانات خوان فويث بشكل واضح. ومش حابب أكرر نفس الشرح والكلام عن بافارد في حق فويث، لأن الاثنين تقريبا بنفس الخصائص، لكن يضاف لفويث الشراسة والقوة الذهنية التي يمتلكها بشكل أكبر من بافارد. لكن سرعة تقريبا واحد، وإن كان بافارد أسرع بقليل. قوة جسدية وبدنية وحتى طول قامة واحد. بطء حركي بالكرة تقريبا واحد، وإن كان فويث أكثر بطئا حركيا من بافارد. وهذه من سلبيات الاثنين. جودة لا بأس بها مع الكرة عند الاثنين، ولذلك أنا أفضل بافارد على فويث من كل النواحي الاقتصادية والفنية والفردية. نروح للخيار الثالث الذي لم أكن أريد ذكره لأنه أقل من أن يذكر كخيار لبرشلونة، وهو مونيه، بلجيكي يلعب في دورتموند الألماني، ظهير أيمن، طوله 191 سنتي وعمره 31 عام. توماس مونيه ده بصراحة عاهة حقيقية في مركز الظهير وكل المراكز بصراحة، فهو لا هجوم ولا دفاع ولا تمرير ولا تسديد ولا مراوغة ولا عرضيات ولا رأسيات ولا ذكاء ولا غباء ولا حول ولا قوة إلا بالله. قسما بالله يعني أنا لا أبالغ، ولكن من خلال متابعتي لمونيه لسنوات هو لا يملك شيء من كرة القدم تؤهله لاحتراف كرة القدم، غير انه ولد في بلجيكا واوروبا. والله زي ما بقول لك يعني لاعب يغرق في شبر مية، يتكلفت في شبر مساحة، واي جناح او ظهير مهما تواضع مستواه يستطيع ان يهينه. ده من الناحية الدفاعية التي لا يعرف منها مونيه غير الجزارة والجلش والتشتيت والكرات الطائشة. ومن الناحية الهجومية، وهي الحالة التي تبين ذكاء اللاعب أكثر، لأن الدفاع دايما أنا بقول أسهل من الهجوم، وبناء الهجمة أصعب من صدها وتخريبها. فتجد مونيه لا يجيد أبجديات اللعبة في هذه الناحية، لا يحسن التمرير فضلا أنه يعمل عرضية مؤثرة وخطيرة، ولا يجيد إلا الهرولة فقط. يعني حتى سرعة الجري عنده زفت، وعلشان يوصل لأقصى سرعة لازم ياخد فترة يحمل ويعمل أبديت كمان، بسبب طول طبعا قامته اللي واصل 191 سنتيمتر. ولذلك خيار مونيه لو أعطوا برشلونة عليه أموال يجب أن يرفض برشلونة العرض وبشكل قاطع وفوري، ويلحق نفسه قبل ما يغرق ويغرقنا معاه كجمهور. وده كان كل شيء عن خيارات برشلونة القديمة طبعا، لأن الفيديو تأخر فترة كبيرة جدا للأسف بسبب أمور خاصة يعني بتخليني أحيانا أبتعد عن اليوتيوب وعن الحلقات، فأنا بعتذر ويعني سامحوني على التقصير. وفي الختام هذا كلام تقبله أو ترفضه لكن باحترام، والسلام. لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ودعم الفيديو بالإعجاب حتى يصل أكبر قدر من الجمهور، وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.